مساء الخير. الحقيقة ان ده تاني يوم بعد ماتش مصر وزيمبابوي، وانا ما حبيتش اصور بعد الماتش على طول لان انا بصراحه كنت ايموشنال قوي، كنت منفعل، ما كانش عاجبني الماتش. انا بصراحه انا من الناس اللي ما اتبسطتش في الماتش خالص امبارح يعني، وانا قاعد بتفرج انا ما كنتش مبسوط خالص حتى بعد ما كسبنا. انا مبسوط ان احنا كسبنا، بس في حاجات كتير قوي مضايقاني في الماتش. حاولت ان انا اهدى شويه قبل ما اطلع اتكلم وكده عشان ما ابقاش باوفر او ما ابقاش متشائم اوفر. حابب ابدا بالايجابيات مبدئيا. اول حاجه، احنا يتحسب لنا ان احنا كسبنا ماتش امبارح ده. فكره ان انا ابدا البطوله بمكسب دي حاجه مهمه جدا، بالذات في بطوله افريقيا، واحنا عارفين ان الجيل ده اصلا بتاع منتخبنا بيعاني قد ايه في بداياته في كاس افريقيا. حتى البطولتين اللي وصلنا فيهم النهائي سواء في 2017 او في 2022 احنا خسرنا من نيجيريا وتعادلنا مع مالي في 2017، وكان الاداء برضو وحش وبدانا نتحسن واحده واحده. فكره ان انا اكسب اول ماتش ليا في كاس افريقيا مهمه، حتى لو بلاعب مين، حتى لو بلعب ازاي، دي مهمه جدا. مبدئيا كده انا كان عندي خلافين مع حسام حسن في التشكيل. انا ما اختلفتش كتير قوي في الاسماء اللي اتحطت في التشكيل بتاع منتخب مصر، غير في حاجتين، واحده هتكلم عنها دلوقتي واحده هتكلم عنها بعدين. اول حاجه وهي اكتر حاجه ضرت شكلنا في الملعب، وهي ان احنا كنا بنلعب ب 2 6، يعني 2 ديفندرات دفاعيين في نص الملعب، وهم مروان عطيه وحمدي فتحي. اعتراضي على الفكره دي ان انا بلعب بيهم قدام ماتش زيمبابوي. يا جماعه انا عايز اتكلم على حاجه، معلش، زيمبابوي ده اضعف منتخب في البطوله، غير بقى ما نحل الكلام ومن غير ما نقول اي حاجه. منتخب زيمبابوي هو اضعف منتخب في البطوله انا شفته لحد دلوقتي. منتخب وحش جدا، انا ما شفتش ولا فرديات فنيه مثلا لكل واحد لوحده، ولا جمل تكتيكيه جماعيه للمنتخب. خط الدفاع كله معدي ال 30 سنه، الحارس معدي ال 40. ودي بقى المشكله، ان رغم كل اللي انا بحكي لك عنه ده الا ان هم كانوا بيقدروا يوصلوا للجون بتاعنا، وقدروا يوصلوا وسجلوا جون رغم ان انت بادئ ب 2 6 في الملعب. مشكلتي هنا ان انت ضحيت وبدات بخط النص بتاعك دفاعي زياده عن اللزوم في ماتش زي ده. انت المفروض تاخد فيه ريسكات وتهاجم اكتر، ومع ذلك انت برضو كان شكلك الدفاعي هش قوي في الملعب وكانوا بيقدروا يوصلوا عليك. فازاي يعني انا ضحيت بميزه ان انا يبقى معايا واحد في خط النص زياده بيهاجم، وفي نفس الوقت انا ما امنتش دفاعيا. ففي الجون الاول مثلا حمدي فتحي اللي هو المفروض يامن ناحيه الشمال، معاه محمد حمدي اللي هو الباك الشمال، هما الاثنين الراجل الجناح بتاع زيمبابوي قدر يستلم الكوره ويعدي ويرفع عرضيه وسطهم هما الاثنين، هما قاعدين بيتفرجوا عشان الكوره تتلعب ويبقى حسام عبد المجيد 1 تو 1 مع المهاجم بتاع زيمبابوي. وهنا هو الموضوع غلط في حاجتين. اولا مش الطبيعي ان حسام عبد المجيد يبقى في موقف واحد على واحد مع مهاجم زيمبابوي في بدايه الماتش قوي كده، خصوصا ان انا زي ما قلت لك انت مضحي اصلا بنص الملعب بتاعك هجوميا عشان تدافع وتامن زياده ورا. في نفس الوقت حسام عبد المجيد يعني كان وحش قوي امبارح بصراحه. يعني انا كنت مع حسام حسن ان هو يبدا وحسام عبد المجيد، يعني لما شفت حسام عبد المجيد في التشكيل انا نفسي اتبسطت. فمش ذنب حسام حسن، حسام عبد المجيد لعب وحش جدا امبارح، بس حسام عبد المجيد كان كارثه امبارح. حسام عبد المجيد اي حد كان بيعرف يروح عليه كان بيعرف يشوط. غير حسام عبد المجيد انا عايز اتكلم عن حمدي فتحي. انا صعبان عليا فكره ان انا بعد السنين دي كلها انا متضايق من وجود حمدي فتحي في نص الملعب في منتخب مصر، ومش لاقي له تفسير ان هو ما بيخرجش من الملعب خالص، وان هو دايما موجود في المعسكر المنتخب ودايما موجود في التشكيل الاساسي. صعبان عليا. انا بتكلم كده عن حمدي فتحي. حمدي فتحي ده كان اهم عنصر تقريبا في خط نص الاهلي السنين اللي هم اللي كنا بناخد فيهم بطوله افريقيا كل سنه. حمدي فتحي بقى له سنتين او 3 سنين تقريبا ما بيلعبش كوره، ولما بيجي المنتخب بحس ان هو لعيب معتزل. يعني هو لعيب اصلا ما بيلعبش طول السنه وجاي يلعب معانا الكام ماتش بتاع المنتخب دول، فهو فورمته مش موجوده اصلا. وانا شايف ان في ناس احق منه بانها تبقى موجوده في خط نص منتخب مصر زي شحاته او مهند لاشين، ودول هيضيفوا لك كمان زياده ان هم بيقدروا يوصلوا بالكوره لقدام وبيشوطوا. حمدي فتحي ما بيعرفش يشوط. حمدي فتحي امبارح موجود في الملعب تايه، ما بيكسبش ثنائيات، سوفت قوي في كل الالتحامات، ما بيطلعش بالهجمه كويس، ما بيشوطش، ملوش اي كونتريبيوشنز هجوميه في الماتش. تاني نقطه عايز اتكلم عنها هو الخروج بالهجمه لمنتخب مصر. ما نعرفش نخرج بالهجمه خالص، يعني دي حاجه مش جديده علينا، مش اول مره نشوفها مثلا ان احنا ما بنعرفش نخرج بالهجمه بالشكل ده. بس انا اتفاجئت ان احنا ما بنعرفش نخرج بالهجمه بالشكل ده قدام فرقه زي زيمبابوي دي. يا جماعه الناس هتتكلم وهتقول احنا في الشوط الثاني كنا بنهاجم وكنا بنروح. انت في الشوط الثاني اصلا زيمبابوي كانت سايبه لك نص الملعب اصلا، هم ما كانوش بيضغطوا عليك. هو الراجل رجع وقفل ورا وساب لك مساحات، كانت مساحات شاسعه في نص الملعب، فانت ما كنتش بتبذل مجهود عشان تخرج بالهجمه اصلا. وخوفي هنا من ازاي هيتم التعامل مع الخروج بالهجمه ضد منتخب زي منتخب جنوب افريقيا. بعد ما اتفرج عليك ضد زيمبابوي وعرف النقطه دي عنك، هو مش هيسيبك وهيضغط عليك ضغط قوي، خصوصا ان هم متميزين بالموضوع ده اصلا. لازم هنا لعيبه خط النص تبقى لعيبه بتعرف تلعب برجليها وتعرف تخرج بالهجمه كويس قوي. انا ضد ان انا اشوف حمدي فتحي ومروان عطيه بيلعبوا جنب بعض تاني. مروان عطيه هو اللي يبدا وجنب واحد من مهند لاشين او محمد شحاته او حتى محمود صابر. حاجات برضو اللي مضايقاني في الاداء وانا مش متفائل بيها قوي، فكره ان انا شفت منتخب مصر هش دفاعيا بالمنظر ده. بيميز الجيل ده لما الجيل ده بيعمل رنز حلوه في البطوله، او لما الجيل ده بيبقى متميز بيوصل نهائي او بيبقى قريب ان هو يحقق البطوله دي. اللي بيميزه ساعتها ان هو بيبقى قوي دفاعيا بشكل
رهيب، يعني بيبقى solid. سواء منتخب كيروش في 2022 دخل فيهم جونين في البطولة كلها، نفس الكلام مع كوبر في 2017 دخل فينا جونين برضه في البطولة كلها، أو 3 أجوان تقريبا منهم جونين في النهائي. يعني فكرة إن أشوف منتخب مصر امبارح دفاعيًا هش بالأسلوب ده، أي لعيب من زيمبابوي كان بيروح كان بيعرف يشوط. والشناوي زي ما اتكلمت، انا اتكلمت وقلت قبل البطوله ان انا مش مطمن للشناوي، وامبارح بصراحه الشناوي ما كانش مطمن خالص، وربنا ستر. محمد هاني هو ده مستواه، يعني هو ما قدمش حاجه زياده ولا اقل من مستواه، هو ده مستواه دفاعيا وهجوميا، هو ده مستواه، وهو مش هيقدم حاجه اجمد من كده، ما منتظرش منه حاجه اجمد من كده. محمد حمدي كمان كان اداؤه بشكل عام وحش قوي، واللي فاجئني كمان اداؤه الدفاعي وحش قوي. يعني اصلا اللي بيميز حمدي عن فتوح هو الالتزام التكتيكي لحمدي اكتر، او جاهزيته البدنيه. لكن انا امبارح ما شفتش اي حاجه من دي مع محمد حمدي، يعني هو الراجل سبب في الجون الاول، فايه بقى الميزه اللي تخليني ابدا بمحمد حمدي على احمد فتوح؟ تاني تغيير لازم يحصل في تشكيل منتخب مصر هو ان احمد فتوح هو اللي يبدا، ويبقى معاك محمد حمدي هو الصب اللي موجود البديل. لو احمد فتوح مش جاهز بدنيا يكمل الماتش، محمد حمدي ينزل. لكن لازم احمد فتوح هو اللي يبدا. احمد فتوح كورته اعلى بكتير. ماتش امبارح ده احمد فتوح لو كان هو اللي بدا وكان هتفرق معاك كتير قوي. رغم ان المنظومه الهجوميه لمنتخب مصر تعتبر شغاله، يعني شفنا المنتخب بيوصل كتير قوي امبارح وبيضيع فرص كتير قوي. انا كان عندي خلاف واحد بس مع حسام حسن في الاسماء اللي بدات، وهو ان انت تبدا بعمر مرموش سترايكر. انا ضد فكره عمر مرموش سترايكر في منتخب مصر دي. ليه؟ كل الناس بتقول عمر مرموش كان بيلعب سترايكر في فرانكفورت وعملها حلو قوي، وكان ساعتها هداف الفرقه اصلا. ساعتها لعب في فرانكفورت مختلف تماما لما كان هو بيلعبها، كان بيبقى وراه لعيب زي اكتيكي، لعيب فولس ناين صايع قوي، بيعرف يلعب برجله كويس قوي، وبيعرف يجري ويفتح مساحات. ثانيا الفرقه اصلا كانت بتعتمد معظم اللعب بتاعها على الكونتر اتاكس والمساحات الكتير قوي. عشان كده مرموش لو اتفرجت على جوانه مثلا في بايرن ميونخ، معظم الاجوان دي كانت بتبقى في انفرادات او مساحات واسعه. فكره ان انت تلعب منتخب هو اصلا موقف ال 11 لعيب ورا، وانت ما عندكش مساحات وبتحاول توصل له الكرة بالعافيه، ده مش عمر مرموش. وشفناه في اول نص ساعه دي كان بينزل هو بيحاول يستلم عشان يخرج من الزحمه، لان هو مش متعود على فكره ان هو يلعب في الزحمه دي، هو مخنوق. حتى لما بيلعب سترايكر مع السيتي يعني مكان هالاند او كده، برضو اسلوب لعب بيب جوارديولا مختلف تماما، وفي تفاصيل تكتيكيه كتير قوي مختلفه عن اللي احنا بنعمله في منتخب مصر. فانا لما ببقى بلعب بمرموش سترايكر دي انا بخسر مركز المهاجم، انا ما بيبقاش عندي مهاجم جوه الصندوق، وبخسر عمر مرموش. واللي عجبني في حسام حسن ان هو ما كبرش كتير، وان هو على طول اول ما دخل في الجون ادرك الخطا اللي هو عمله، وعلى طول نزل مصطفى محمد من على الدكه. رغم ان الضحيه كان امام عاشور، انا كان وجهه نظري طبعا ان يخرج حد من مروان عطيه او حمدي فتحي، امام عاشور يكمل في الملعب. تاني حاجه انا كنت متفق جدا مع التغييرتين بتوع زيزو وابراهيم عادل، انا كنت متفق جدا فيهم. انا كنت شايف انه هي دي الاسماء المفروض تنزل من على الدكه فعلا. بس خلافي معاهم كان في الوقت، هم نزلوا متاخر قوي، يعني هم نزلوا في الدقيقه 65 بعد ما احنا جبنا التعادل. المفروض الاسماء دي كانت تنزل من بدري قوي. رغم ان هما ما ادوش برضه باداء كويس، زيزو ما ظهرش قوي، ضيع كورتين. ابراهيم عادل مش هو ده ابراهيم عادل اللي احنا نعرفه، بس هما كان لازم ينزلوا من على الدكه. اولا لان زيزو ناحيه اليمين لما نزل بدا يلعب محمد صلاح. زيزو بيعرف يلينك مع محمد صلاح كويس قوي. محمد صلاح كان لحد ما الدقيقه 65، لحد ما زيزو نزل، محمد صلاح كان معزول لوحده في الناحيه اليمين دي، هاني مش بيساعده، فكان معزول تماما. لما زيزو نزل بدا الكره توصل لمحمد صلاح اكتر، بدا يبقى في مساحات اكتر في الناحيه اليمين دي. فزيزو لما نزل نشط الناحيه اليمين اكتر بكتير، حتى لو اداؤه هو ما كانش كويس وان هو ضيع كورتين. وهنا انا عايز اتكلم عن نقطه، يعني احنا بقالنا سنين في مصر بنتكلم عن فكره ان احنا ليه ما نجربش زيزو يلعب باك يمين. بالذات بتكلم في الماتشات، مش بتكلم في الماتشات الصعبه، يعني انا بتكلم في الماتشات اللي زي دي، ان احنا هنلاعب زيمبابوي وما عندناش اي تحفظ دفاعي وعايزين نهاجم ونضمن الماتش ونكسبه بدري. ليه زيزو ما يلعبش ناحيه اليمين مكان محمد هاني في ماتش زي ده، وتبقى استفدت بان انت عندك 2-6 في نص الملعب مقفلين دفاعيا، فواحد زي مروان عطيه يبقى مقفل ومغطي ورا زيزو، وفي نفس الوقت كسبت ان انت الناحيه اليمين بتاعتك هجوميا هتبقى نشطه قوي. الفكره دي اتقالت كتير من سنين قوي، من ايام كارلوس كيروش. والفكره ان احنا عملنا مباريات وديه كتير قوي، وعملنا تجارب كتير فاشله وتجارب كتير تضحك، ومحدش فكر يجرب الموضوع ده. ساعتها كنت ممكن اعذر بقى حسام حسن ان هو بدا ب 2-6، يعني 2 ديفندرات في نص الملعب ده، عشان هو الباك اليمين بتاعه طاير على طول، فهو عايز يامن ورا مكانه بواحد. لكن فكره ان انا ابدا والناحيه اليمين عندي فيها مروان عطيه ومحمد هاني ومحمد صلاح، انا حرفيا سبت محمد صلاح لحد الدقيقه 65 هو معزول، هو معزول تماما لوحده في الناحيه اليمين دي. اظن صلاح مش فورمه قوي يا جماعه، برضو احنا بنحاول نطلع من صلاح اللي نقدر نطلعه منه. يعني صلاح مش جاي البطوله فورمه خالص، يعني هو اصلا ما بيلعبش، وحتى لما بيلعب مستواه مش السنه دي، مش هو ده صلاح يعني. اما تغيير ابراهيم عادل فانا برضو متفق معاه، رغم ان ابراهيم عادل نزل لعب وحش، بس انا كنت شايفه برضو افيد من تريزيجيه.
وانا للاسف برضه تاني مرة بعد ما انا زعلان على ان انا باقول ان انا مش عايز اشوف حمدي فتحي في الملعب، انا برضه مش عايز اشوف تريزيجيه في الملعب بيلعب اساسي، او على الاقل مش عايز اشوف مركز الجناح. تريزيجيه ما بقاش يقدر يقدم الدور ان هو الجناح الشمالي الاساسي لمنتخب مصر. للاسف انا باحب تريزيجيه جدا، وتريزيجيه عنده رصيد كبير جدا مع منتخب مصر، بس للاسف دي الحقيقه. تريزيجيه امبارح ما كانش بيعمل اي حاجه، ما كانش بيعدي، ما كانش بيروح واحد على واحد بيعدي خالص. على الاقل ابراهيم عادل لما نزل كان بيحاول ياخد ريسكات شويه، ما ظبطتش معاه، بس انا متاكد انها تظبط معاه المره الجايه، وكان عنده جرأه ان هو يجرب يشوط كتير. ما ضبطتش معاه يا جماعه، وكان بيلعب وحش، بس انا شايف ان هو هيبقى افيد للمنتخب بكتير لما هو اللي يبدا في الماتشات الجايه. تريزيجيه ممكن يبقى عندك بديل من على الدكه، هينزل ينشط لك خط النص. دليل على كده ان تريزيجيه ماسك الناحيه الشمال دي من اول الماتش. عمر مرموش راح على الناحيه الشمال دي هجمه واحده بس يا جماعه، هجمه واحده بس كانت بتاعه الجول. شفت استغل الناحيه الشمال دي ازاي؟ وهنا يجي الكلام عن عمر مرموش، لابسها له مخصوص. ايه الجمال ده يا راجل؟ ايه الجمال ده؟ عمر مرموش باين قوي انه فارق عن اي حد في الملعب في الفرقتين. لمسته، اللمسه بتاعته وهي خارجه للكوره نظيفه قوي يا جماعه، احسن من اي لعيب في الفرقتين في الماتش ده. عمر مرموش كان بيرجع يستلم الكره من خط النص بتاعنا ويوصل بيها لقدام لوحده. اكتر واحد كان بيتحرك، اكتر واحد كان نشيط في الملعب، اكتر واحد والكره في رجله فعلا. انا كنت بحس ان احنا بنشكل خطوره على منتخب زيمبابوي. لي احساس امبارح ان هو المره دي البطوله دي احنا داخلينها، ونجم المنتخب بتاعنا فعلا اول مره ممكن ما يبقاش محمد صلاح، او ممكن يبقى عمر مرموش، وهو يستاهل ده بشخصيته القويه قوي. هو اللي رجعنا الماتش بالجون بتاعه ده. اتمنى عمر مرموش يكمل البطوله بالفورمه دي. باين قوي اداء عمر مرموش البطوله دي ان هو انضج كلاعب، انضج كشخصيه، انضج تكتيكيا بكتير قوي في الملعب. برضه تاثير بيب جوارديولا، رغم ان هو يعني كان قرار بالنسبه لي غلط ان هو راح مانشستر سيتي، وان هو دلوقتي المفروض يحاول يطلع اعاره او يمشي في شهر واحد اللي جاي ده، بس برضه تاثير بيب جوارديولا على اللعيب بيبان قوي. النهايه عايز اقول ان انا مش مبسوط بالاداء ومش مبسوط باللي انا شفته امبارح، بس في شويه جوانب ايجابيه ممكن نبني عليها. مبدئيا الحمد لله ان احنا كسبنا الماتش لتاني مره، الموضوع ده مهم جدا. زيمبابوي فريق ضعيف جدا، والحمد لله ان انت عرفت تكسبه، لان انت لو كنت اتزنقت في الماتش ده وخرجت منه بتعادل او بخساره، نسبه ان انت تخرج من البطوله كانت هتبقى اعلى بكتير من نسبه ان انت تتاهل. خصوصا ان جنوب افريقيا وانجولا انتوا مش هتشوفوا العك اللي شفتوه من زيمبابوي ده تاني. فرق بتلعب كوره، فرق قويه جدا، بالذات جنوب افريقيا. جنوب افريقيا البطوله اللي فاتت هي اللي خرجت المغرب، جنوب افريقيا اتاهلت لكاس العالم. فكره ان طريقه واسلوب لعبهم هو اكتر طريقه واسلوب لعب بترخم على اللعيب المصري. لعيبه بتعرف تتحرك بالكوره، بتتحرك من غير كوره، بتسلم من رجل لرجل. يعني لو تفتكر كده برايم سان داونز، اتوقع واتمنى اشوف تقفيل دفاعي اقوى من حسام حسن في الماتش ده. احنا قبل البطوله دي كنا بنشوف تو فيرجنز من المنتخب مع حسام حسن، المنتخب اللي كله طاير وفيه زيزو وتريزيجيه وابراهيم عادل ومحمد صلاح وعمر مرموش وصلاح محمد في الملعب. النسخه الثانيه زي اللي رحنا بيها لعبنا بوركينا فاسو، وبوركينا فاسو هناك النسخه الدفاعيه اللي مقفله اللي بتلعب على الكونتر اتاكس. اتمنى اشوف النسخه دي في ماتش جنوب افريقيا اكتر، خصوصا ان هم اتفرجوا عليك واتفرجوا على الهشاشه الدفاعيه اللي عندك. مرعوب من فكره الخروج بالكوره قدام جنوب افريقيا، ده تحدي كبير قوي ان احنا ازاي هنخرج بالكوره قدام جنوب افريقيا. بس ملعبنا ما ينفعش يبقى حمدي فتحي ومروان عطيه وامام عاشور تاني، دي مش هتنفع الماتش اللي جاي. لازم بقى حد يدخل بقى من شحاته او مهند لاشين او حتى محمود صابر. يعني لو حد اتفرج على الجون الاول بتاع جنوب افريقيا في ماتش انجولا ده يا جماعه كذا مره، هي جمله تكتيكيه بتتعمل كذا مره عندهم. فكره ان هو اللعيب يعدي من على الشمال ويرفع عرضيه واللي في النص يعديها للعيب الجناح اليمين فيخش يحطها، دي لو اتعملت ضدنا انا خايف من فكره ان محمد حمدي بيحلق وبيسيب الراجل يرفع عرضيات، وفكره ان اللعيبه الاثنين بتوعنا سواء حسام عبد المجيد او ياسر ابراهيم ما بيكسبوش ثنائيات، محمد هاني في التغطيه وحش، فانا خايف من الكره دي تتحصل قدام. نهايه املي ان احنا بنبدا دايما البطولات المجمعه دي بصعوبه، ومستوانا بيعلى واحده واحده، والروح بتاعتنا بتعلى واحده واحده تصاعديا كده في الاداء مع الماتشات. خصوصا ان احنا بنسبه كبيره ضمننا قوي ان احنا هنتاهلنا دور ال 16، حتى لو خسرنا الماتشين الجايين بنسبه كبيره هنبقى من احسن 4 توالت، يعني ان شاء الله ما نخسرهمش. كل ما الوقت بيكمل في البطوله دي وكل ما وقتنا مع بعض كمنتخب بيزيد، بحس ان احنا املنا بيبقى ازيد في ان احنا ناخد البطوله. اشوفكم ماتش جنوب افريقيا ان شاء الله. مع السلامه.